وصفتي لليوم إن شاء الله رح تكون أطيب خلية نحل. خلية النحل من الأطباق كثير بحب ضيافتها، بحب أتفنن فيها، بعملها بحشوات مختلفة. فاليوم رح أعمل لكم إياها بحشوتين، بحشوة الشوكولاتة وحشوة الجبنة. رح أخليها مقرمشة باستخدام الشعرية الباكستانية. تعالوا نشوف كيف رح نعملها بطريقة جدا شهية. للعجين هون رح نحتاج كاس ونص من الحليب السائل. طبعا عندي هون الحليب لازم يكون دافي. رح نحتاج نص كاسة من الزيت النباتي، بالإضافة إلى نص كاسة من لبن الزبادي. لبن الزبادي عندنا هون كمان لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ. نزلت هون حبة من البيض، بالإضافة إلى معلقتين كبار من السكر، وراح أنزل كمان هون معلقة ونص من الخميرة. طبعا السكر بالعجينة عشان تفاعل الخميرة. بحركهم كثير منيح مع بعض، بغطي الصحن، بترك الخميرة عندي هون حتى تفور. ممكن تاخذ معكم من 5 دقائق ل10 دقائق حسب درجة حرارة المطبخ عندكم. هلا هون رح أنزل الطحين. بالنسبة للطحين نزلت في البداية 4 كاسات ونص من الطحين. النص الكاس رح أخليه على جنب حسب حاجة العجينة عندي. بنزل هون معلقة صغيرة من الملح، بالإضافة إلى معلقة صغيرة من البيكنج باودر. باستخدام مضرب العجين أو ممكن تعجنوها على إيدكم. نستمر في العجن حتى تتشكل معنا عجينة طرية متماسكة. طبعا هون أنا حسيتها كانت معي طرية زيادة، رجعت نزلت نص كاسة الطحين. بكون عندي هون مجموع كاسات الطحين 5 كاسات. طبعا هون رح ألم العجينة. شوفوا ما شاء الله ما أحلى نعومة العجينة. بريحها، بغطيها. طبعا لازم تغطوها حتى ما ينشف عندكم وجه العجين. بغطيها بتركها ترتاح تقريبا مدة ساعة لساعة ونص حسب درجة حرارة المطبخ عندكم. أنا هون تركتها تقريبا مدة ساعة ونص، بعديها اشتغلت فيها. شوفوا ما شاء الله ما أحلى العجينة. رح أرجع هون أطلع الهواء منها، بعجنها وبخليها ترتاح تقريبا مدة 5 دقائق، وبعديها ببلش أقطع فيها. بالنسبة للعجينة هاي إذا حبيتوا تستخدموها لأي نوع من المعجنات أكيد ممكن. عجينة طرية من الحليب السائل، من لبن الزبادي اللي احنا استخدمناه، بالإضافة لحبة البيض. كل هاي المكونات بتعطيكم عجينة ناعمة وإسفنجية. هلا هون رح أبلش أقطع فيها على شكل كرات. طبعا حجم الكرات لازم يكون معنا صغير، وعملت عندي هون كمية كثير منيحة. رح أورجيكم شغلة كثير لازم تعملوها للكرة. طبعا بنلم الطرف بهاي الطريقة، وبرجع بلفها كثير منيح حتى تكون عندي الكرة متساوية. هيك عندي طبعا بعد ما اشتغلت كل الكمية رح أرجع هون أغطيهم ورح أتركهم يرتاحوا تقريبا مدة 10 دقائق، وبعديها ببلش أشتغل فيهم. بالنسبة هون لطريقة العمل، بناخذ كرة بلفها بهاي الطريقة حتى أرتبها. بعديها برتبها بالصينية. استخدمت هون صينية البايركس الحجم الكبير، فرشتها بورق الزبدة. طبعا ضروري تفرشوها بورق الزبدة، ودهنت الصينية بكمية بسيطة من الزبدة. طبعا هاي الصينية رح أحشيها بالشوكولاتة. لما اجيت رتبتها حاولت اني اترك فراغ بسيط بين كل قطعة والثانية. بغطي الصينية وبخليها على جنب. الصينية الثانية هون رح أحشيها بالجبنة. استخدمت هون جبنة المكعبات، ممكن تستخدموا أي نوع أنتم بدكم إياه. أنا هون قسمت الحبة بالنص، ممكن تقسموها ل4 زي ما أنتم بتحبوا نكهة الجبنة. نفس الطريقة هون لفيت قطعة العجين رتبتها بالصينية. كمان هون فرشتها بورق الزبدة، بسهل عليكم الشغل. بعد ما نخلص شغل فيها بغطي الصينية، بتركها ترتاح تقريبا مدة نص ساعة، وبعديها بدخلها الفرن. بالنسبة هنا لخلطة التلميع رح نحتاج 100 جرام من الزبدة، ورح نحتاج هون صفار حبة بيض، بالإضافة إلى نص معلقة صغيرة من الفانيلا البودرة. لأنها عجينة حلويات استخدمت الفانيلا. في حال كانت عندكم عجينة مالحة بدكم تخلوها الحشوة مالحة، بتستخدموا الخل الأبيض. طبعا خلطتهم كثير منيح مع بعض. هيك عندي الصينية بعد ما تركتها ترتاح مدة نص ساعة، رح أدهنها كثير منيح بخلطة التلميع، وبعديها رح أدخلها الفرن. بالنسبة للفرن رح يكون عندنا فرن حامي على درجة حرارة 200، الرف الوسط. أغلب الخبز كان عندي من تحت. شغلت الشواية تقريبا مدة دقيقة حتى أخذت معي اللون الذهبي. بالنسبة للصينية الثانية كمان هون رجعت دهنتها بخلطة التلميع، وحطيت على الوجه الشعرية الباكستانية. بتعطي قرمشة كثير طيبة لخلية النحل. طبعا بتحطوا كمية كثير منيحة. ونفس الشي هون على طول بدخلها فرن حامي على درجة حرارة 200، الرف الوسط. طبعا أغلب الخبز كمان هون كان عندي من تحت، وشغلت الشواية تقريبا مدة دقيقة.
هيك عندي الصينية أول ما طلعتها رجعت دهنتها بكمية بسيطة من الزبدة حتى أعطتها اللمعة الحلوة. هاي الصينية رح أحشي فيها الشوكولاتة، رح أورجيكم طريقتي. طبعا هاي أسهل طريقة وبتاخذوا نكهة طيبة للشوكولاتة. قلبتها بهاي الطريقة. هون ورق الزبدة ضروري إنكم تستخدموه، ورح أعمل ثقوب بكل قطعة باستخدام أي عود متوفر عندكم. هون أنا حشيتها بالنوتيلا، ممكن تحشوها بأي نوع شوكولاتة أنتم بدكم إياها وحسب الكمية اللي أنتم بدكم إياها. ما تتخيلوا طعمها ونكهتها جدا شهية. وقت التقديم هون الصحن اللي انتم بدكم تقدموا فيه بتحطوه على خلية النحل وبتقلبوها بهاي الطريقة، وبهيك عندي بتكون جاهزة للتقديم. ما شاء الله العجينة طراوتها بتجنن. طبعا زي ما حكيت لكم إذا حبيتوا تحشوها بأي نوع ثاني من الحشوات برجع لكم، بس جربوها بحشوة الشوكولاتة رح تحبوها. بالنسبة عندي هيك لخلية النحل المحشية بالجبنة، هيك عندي أول ما طلعتها من الفرن طبعا وهي حامية على طول بشربها الحليب المكثف المحلى. بالنسبة للحليب المكثف المحلى طبعا أنا هون حطيت كمية منيحة أكثر من نص العلبة، كريمين فيها فبتطلع نكهتها كثير طيبة. على طول هون قدمتها وهي سخنة. ما شاء الله طعمها. طبعا هاي الصينية للناس اللي بتحب المالح والحلو مع بعض. الشعرية الباكستانية على الوجه أعطتها قرمشة جدا شهية. وهي وصفتنا لليوم. إذا حبيتوها وعجبتكم ما تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة. ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.